رسالة لشوال الرز، اوعى تنسى نفسك، انت مجرد شوال. لما تيجي تتكلم عن مصر اعرف انك بتتكلم عن حضارة اكتر من 7000 سنة، حضارة علمت البشرية، علمتكم، خلتكم من مجرد رعاة غنم للي انتوا فيه دلوقتي. ولولا فضل مصر عليكم ما كنتوش لقيتوا حد يعلمكم ولا يعالجكم ولا يبني لكم في سنوات الجهل اللي انتوا كنتوا فيها. انت بتتريق وتتطاول وتتجرأ على مصر. ايه، ما خدتش درس من اللي عملوه فيك جمهور الاهلي قبل كده، ولا انت خدت على التهزيج؟ ما تقول انك انت مؤهلك الدراسي، ولا انت اخرك مجرد شوال فلوس؟ ان كنت ناس انكم كنتوا رعاة اغنام، انا افكرك ان البترول مسيره يوم هيخلص، وساعتها هترجع تاني تسوقوا غنم وتمد ايدكم لمصر. مصر اللي اتذكرت في التوراة والانجيل والقرآن وانتوا حتى ما اتذكرتوش في سلاح التلميذ. مصر اللي ربنا لما قرر يتجلى نزل في سينا على ارضنا مش على ارضك. مصر اللي عندها حضارة 5000 سنة وانت حضارتك خش وجش. مصر اللي عندها جيش عظيم هزم اسراء وانت لسه بتتحامى في القواعد الاجنبية. مصر اللي جوها حلو طول السنة وموقعها استراتيجي وانت عايش في الصحراء في الحر والرطوبة. مصر اللي عندها علماء وفنانين ورياضيين بتدفعوا لهم ملايين الدولارات عشان بس تشوفوهم. مصر ام كلثوم وحليم وعادل امام والمليجي واحمد زكي اللي دخلوا كل بيت عربي، وانتوا بلدكم ما طرحتش غير شوال رز. مصر مجدي يعقوب اللي بيحيي القلوب، انت عندك مين؟ مصر محمد صلاح اللي بتحاولوا تشتروه بملايين الدولارات ومش راضي يجي، انت عندك مين؟ مصر يعني زويل اللي خد نوبل، انت خدت ايه؟ مصر اللي كل ما تحفر في ارض هتلاقي تماثيل ومعابد وحضارة الاف السنين، وانت كل حضارتك عصاية وجلابية وبترولها يخلص. مصر اللي لها صوت ورأي حر وعندها رئيس عمره ما كان تابع، وانت يا دوب بتتحامى في الاجانب. كرهك لمصر يا شوال مفهوم وواضح، لانك لما بتشوفها بتحس انك قليل. مصر عظيمة بشعبها وجيشها ومعلمينها ودكاترتها وعلمائها ورياضيينها، وانت اخرك شوال رز مسيره يتخرم ويفضى. تحيا مصر، اكتبوا كلكم في الكومنتات تحيا مصر عشان الفيديو ده يوصل لكل واحد بيكره مصر على شوال الرز، وشيروا له وابعتوا له.